تاني صنف معانا وهو الدورفين. والدورفين بيحتوي على مادتين وهما الجلوكوزامين، وده مركب من المركبات الطبيعية اللي بتدخل في إصلاح وبناء الغضروف وبطاقة عملية تآكل الغضاريف في المفاصل، وده بيساعد على تخفيف آلام المفاصل. كمان عليه خلاصة أوراق الجينكو بيلوبا، ودي بتساعد في تنشيط الدورة الدموية وبتخفف الالتهاب وليها خصائص مضادة للأكسدة. والدورفين بيعمل من خلال تركيبته على توفير الجلوكوزامين، وده واحد من المكونات الضرورية لبناء الغضروف والحفاظ على السائل الموجود في المفاصل. وجود الغضروف والسائل في المفصل بيحافظ على مرونة المفاصل وبيمنع هشاشة العظام. طيب ايه هي دواعي استعمال الدورفين كبسول؟ أول حاجة بيوصف لعلاج خشونة الركبة. خشونة الركبة بتحصل لما بيتآكل الغضروف اللي بيحيط بالعظم الموجود في مفصل الركبة، ولأن الغضروف هو المسؤول عن مرونة المفصل فتآكله بيؤدي إلى الشعور بالألم عند الحركة. وبيساعد دواء الدورفين في الحفاظ على الغضروف، وده بيحسن من حركة المفصل وبيخفف الألم. كمان الدورفين بيوصف لعلاج التهاب المفاصل، وبيساعد الدواء على تخفيف ألم المفاصل الناتج عن التهاب المفاصل، وبيساعد في الحفاظ على صحة الغضروف في المفصل وليه تأثير مضاد للالتهاب. كمان الدورفين بيستخدم لعلاج تآكل الغضاريف، لأنه بيحتوي على مادة الجلوكوزامين واللي بتدخل في بناء الغضروف وبتساعد في تجديد الغضروف. طيب يا دكتور، ايه هي الآثار الجانبية للدورفين أو ايه هي أضرار الدورفين؟ الدورفين بيسبب بعض الآثار الجانبية واللي عادة بتكون خفيفة ونادرة جدا، زي اضطرابات في المعدة، إمساك، وبعض الناس على النقيض اشتكت من إسهال، وفي ناس اشتكت من صداع وألم في الرأس. ممكن يسبب طفح جلدي. طيب يا دكتور، ايه موانع استعمال الدورفين او مين الناس اللي مينفعش تستخدمه؟ اول حاجه طبعا ما بيستخدمش في حالات الحساسيه لاي مكون من مكونات الدواء. كمان ما بنستخدموش في حالات الحمل او الرضاعه الطبيعيه بدون استشاره طبيه. كمان ما بيتمش اخده مع الادويه المضاده لتجلط الدم الا تحت الاشراف الطبي بس. طيب يا دكتور، ايه هي جرعه الدورفين كبسول او بنستعمله ازاي؟ الجرعه بتكون كبسوله واحده بعد الاكل من 3 مرات الى 4 مرات يوميا. تتراوح مده العلاج ما بين اسبوعين الى 4 اسابيع على حسب الحاله، وممكن خفض الجرعة لكبسولة إلى كبسولتين يوميا، وده على حسب ما بيحدده الطبيب المعالج. وبننصح دايما إن الجرعات تتاخد بعد الأكل عشان نقلل من الآثار الجانبية المرتبطة بالمعدة. طب يا دكتور، هل الدورفين ليه بدايل بنفس المواد الفعالة؟ أيوة طبعا، ليه بدايل كتيرة، أهمها الأريثروزامين والكارتيزامين والجينكوستازين والأورسوجلوب، واللي يمشي على الدورفين يمشي عليهم.